ممن لا خلاق له. الله أكبر. ممن يدعي التصرف وغيره، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها في صغرهم وكبرهم، بل هم عليهم الصلاة والسلام معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها عموما على ما سبق تحقيقه. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام هذا ربي أهذا ربي على ما تزعمون، من باب الإنكار يعني. حرف الاستفهام، أو من باب ذكر دعوى الخصم لإقامة البرهان على إبطالها. وطلوع هذه الكواكب بعد أن لم تكن هو في الاستدلال به على حدوثها. الله أكبر. كالأفول إلا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الاستدلال على حدوثها إلى رؤية أفولها، لما في الأفول من التغير بالنقصان، فدلالته على حدوث تلك الكواكب وعدم صلاحيتها للربوبية واضح للذكي والغبي. أما طلوعها وإن كان دليلا على حدوثها من ناحية تجدده بعد أن لم يكن، فلأنه لما كان فيه كمال لها بما صاحبه من تلك الأنوار التي توجب لذة النفس والامتداد إليها بالأبصار، فقد يسكن عقل الغبي الشهواني المقلد أو المعاند فلا يتأمل في وجه دلالته على الحدوث ولا يصغي لسماعها. يعني إنه طلوعها دليل على إيه؟ دليل على حدوثها، وأفولها دليل على حدوثها. شيء لو كانت قديمة لكان طلوعها مستمر، طلوعها دليل على حدوثها وخلقها وكأنها مخلوقة، وكذلك أفولها. فعليه الصلاة والسلام أقام الحجة من الناحيتين. لما رأى كوكبا قال هذا ربي، والأنبياء لا يقولون إلا حق. قال هذا ربي أراه متجليا في الكوكب، هذا ربي أراه متجليا في القمر، هذا ربي أراه متجليا في الشمس. لا يتكلمون إلا حق عليه الصلاة والسلام، لكن هم لم يفهموا. وناحية ثانية من باب إقامة الحجة على قومهم، من باب الحج، حتى قال أيمكن هذا أن يكون يعني من باب محاججة القوم. يا قوم هل يمكن لهذا الكوكب أن يكون ربا؟ لو كان ربا ما غاب، ما طلع ثم غاب. الرب لا يغيب. وكذلك القمر لو كان ربا ما طلع ثم غاب، وكذلك الشمس لو كان ربا ما طلعت ثم غاب. فلماذا تعبدونها؟ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون القمر والشمس. مقصود إقامة دليل منه عليه الصلاة والسلام أنها عبيد مثلهم، مخلوقات مثلهم، يجب عليهم أن يتركوا عبادتها ويتوبوا إلى الله تعالى من عبادتها. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. حتى قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على القرآن. وقول الله تعالى في حق سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وبيضت عيناه من الحزن، فالأقرب أن معناه ضعف بصره من كثرة البكاء واتصال الدمع بعضه ببعض، ولم يكن عما حقيقة، بل من كثرة البكاء صار على إنسان العين غشاوة مانعة من النظر، ولم يذهب بصره أصلا. لو كان ذهب بصره لم يكن مجرد عد القميص على عينه يبصر، وإنما من كثرة البكاء أصابت عينه غشاوة بيضاء. فلما ألقى القميص على عينه ارتد بصيرا. وأما ما ورد في حق سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى وهمت به أصدت منه الجماع وهم به، قيل أن قوله وهم بها
واستغفر الله وهم بها. قيل أن قوله هم بها والجواب والمعنى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. برهان ربه وهي الأسماء أي امتنع همه بها لرؤية برهان ربه فلم يقع منه هم أصلا. وحينئذ يعني ما وقع منه لولا حرف باللغة العربية حرف امتناع لوجود برهان ربه وهي العصمة ما هم بها أبدا عليه السلام فلم يقع منه هم أصلا. وحينئذ فالوقف على قوله تعالى ولقد همت به وهذا هو الأحسن. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء مجرد التفكير في الهم. وحينئذ فالوقف على قوله تعالى ولقد همت به وهذا هو الأحسن في هذا المقام لخلوه من الكلفة والشبهة. وقد علم أن لولا تقتضي امتناع جوابها لوجود شرطها يكون هم يوسف عليه الصلاة والسلام بها منفيا لرؤية برهان ربه ويدل على عصمته عليه الصلاة والسلام من كل سوء هما كان أو غيره. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الصالحين. السوء مجرد الهم والفحشاء في الفعل. وقال الله تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فهي تثبت أصمته يعني زليخة تثبت أصمته. وقال جل من قائل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يعني أي تهيأت لك قال معاذ الله. مجرد أن قالت تهيأت لك يعني أنا متزينة متزخرفة مهيئ نفسي كذا. لماذا أجابها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين. يعني إن الله تعالى أحسن مثواي كيف أكون ظالما أكرمني وجعلني في بيت هذا العزيز وكذا. وقيل ربي هو يعني سيدي يعني زوجتي كمان يحتمل المعنيين يحتمل زوجتي أحسن مثواي سيدي هنا نقول أكرمني واعتنى بي فكيف أخونه يحتمل المعنيين لا معنى. سيدي يعني نقول هنا إنه لا يفلح الظالمين يعني كيف ندل على رجل أنه تبع في آية كاملة إنه لا يفلح الظالمون فهذا عبد معقول إنه لا يفلح الظالم عنده يعني لا يفلح الظالم الذي يخون الله تعالى ويخون عبيد الله. كيف أخون الظالم هو الخاين. يعني كلمة ربي سيدي شو معناتها؟ ربي تحتمل الله تعالى وتحتمل زوجها تحتمل الزوجة. هنمشي هاي إنه لا يفلح الظالمون على الرجل هذا؟ لا الخاين لا يفلح الخاين يعني لا أفلح إذا خنت شو اسمه سيدي أو رئيسي أو إذا ظلمت نفسي بفعل الفاحشة. قيل في ربي إنه الله سيد. وأما قصته عليه الصلاة والسلام مع إخوته فليست هي على يوسف عليه الصلاة والسلام عتب. وأما إخوته فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى لم تثبت نبوتهم حتى يلزم الكلام على أفعالهم. وذكر الأصباط يعد في القرآن عند ذكر الأنبياء. قال بعض المفسرين يريد من تنبأ من أبناء الأصباط يعني من تنبأ منهم ليس الشرط الأصباط يكون إخوة يوسف. الصبت ولد الولد خلاص ولد الولد كله اسمه صبت. صبت السلالة الطاهرة صبتها شيء. الصبت معناها ايه الحفيد. إن قلت إن إخوة يوسف قد فعلوا معه ما ظاهره الحرام فعلى أنهم ليسوا أنبياء فلا إشكال. وإما على أنهم أنبياء فمشكل أجيب أنهم وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا برسل مشرعين فللنبي أن يفعل مقتضى الحقيقة وباطن الأمر كما في خلق السفينة وقتل الغلام الواقع من الخضر عليه الصلاة والسلام فهو بحسب الظاهر حرام وبحسب الباطن مصلحة فعلهم هذا حرام ظاهرا مأمورون به باطنا. ويقال فيهم كما قال الخضر وما فعلت عن أمري وكذا يقال في أخي آدم من الشجرة يعني إذا يصاب على الجنة على الخلق. وما ورد في حق شعيب عليه الصلاة والسلام فلم يعمى نبي قط. ورد أنه أصابه العمى هذا بعيد لقي الله في كمال بصره. ولم يثبت أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان ضريرا.
وما كان بيعقوب فهو حجاب على العين من تواصل الدموع، لذلك لما جاء البشير عاد بصيرا. وأما خبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع قتيله الذي وكزه، فقد نص الله تعالى على أن القتيل من عدوه، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام إغاثة الملهوف الإسرائيلي، فوكز العدو القاهر له بنية دفعه عمن استولى عليه، فصادف موته من غير عمد. الله أكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا من عمل الشيطان، حسن أدب منه في نسبه الفعل المحبوب للشيطان إليه، ولم يحبه الشيطان هنا لإيقاعه الكريم في معصية لأنه معصوم منها، بل لتوهم الشيطان ذلك توهما أخطأ فيه وخاب فيه ظنه. وقوله عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي فاغفر لي جرى على المألوف من خوف الأنبياء عليهم والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى، خوف هيبة وتعظيم، وإن علموا عدم مؤاخذة من المولى تبارك وتعالى، ولهذا اعتذروا في الموقف لما علموا عدم المؤاخذة به، وعلى هذا يحمل استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخوفهم. فالقصة أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى قتل الكافر. وما حكم قتل الكافر في الشريعة؟ واجب. قتل الكافر فعل واجبا. إذا هل أخطأ؟ لما قال ربي إني ظلمت نفسي، هذا من باب خوف الأنبياء من الله تعالى، خوف الأنبياء وخشيتهم وتعظيما لله. قال ربي إني ظلمت نفسي، كيف أنه قتل نفس إنسانية مع أن قتله واجب لأنه كافر. لما قال هذا من عمل الشيطان، يعني أيوة يعني أعطى جواب للشيطان، يعني أعطى جواب للشيطان. أنا ما أعطيت الله. سبحان الله. قال هذا من حسن أدب منه في نسبة الفعل مع الشيطان إليه، ولم يحبه الشيطان هنا بإيقاع الكريم في معصيته لأنه معصوم من هذا، بل توهم الشيطان ذلك توهم من أخطأ فيه. قال لك كان موسى قتل نفس، نعم ما فعل، قتل الكافر. وكان هذا فرعون يقتل وجنوده يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أليس قتاله واجب؟ كما يفعلون مثلا الآن، كما يفعلون في سوريا، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وأما قول الله تعالى في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فخوفه عليه الصلاة والسلام إنما كان لأجل الله وغيرة على توحيده، خاف ألا تتضح للحاضرين معجزته مع خارقهم. وقد قيل أن سبب خوفه عليه الصلاة والسلام أنه سمع جبريل عليه الصلاة والسلام يقول للسحرة عند إلقائهم حبالهم وحصيهم ألقوا يا أولياء الله، فخاف من قوله لهم يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لظهور خارقهم للحاضرين، يعني يا من ستكونون أولياء الله. ما قالوا له اقضوا ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة، ألا يدل على الولاية؟ إذ أن الله نقله من جهنم إلى الجنة بلحظات لمحة تحصل الصلحة. لذلك على الإنسان أن يثبت الدعوة إلى الله. لو صبر مع شخص 40 عام يثبت، حسب لحظة من اللحظات لمحة تحصل الصلحة. الله أكبر. بخاف من قوله لهم يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لظهور خارقهم للحاضرين فتمادوا على الضلالة، والله تعالى أعلم بالله التوفيق. وأما قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام فقال عياض في الشفاء لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره فيها الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقلوا بعض المفسرين، ولم نص الله تعالى على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص الله تعالى عليه قوله وظن داود أنما فتناه. ما معنى فتناه؟ اختبرناه. فتناه بمعنى اختبرناه. إلى قوله حسن مآب، وقوله به أواب بمعنى فتناه اختبرناه، وأواب مسبح لله مطيع. قال قتادة مطيع. ثم حقق السمرقندي أن ذنبه الذي سفر منه هو قول لأحد الخصمين لقد ظلمك، فظلمه بقول خصمه، يعني ما البينة على من ادعى
واليمين على من أنكر. فسيدنا داود صلى الله عليه وسلم سمع البينة ولم يسمع البينة على من دعا، ولم يسمع اليمين من المنكر، يعني سمع من قول واحد من جهة واحدة. فلهذا بقي 40 يوما ساجدا لا يقوم إلا لما لا بد منه من الصلاة وقضاء الحاجة، ويرجع لسجوده وهو يستغفر الله تعالى حتى هيأ نفسه للخلافة. وناداه ربه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، بعد خلوة 40 يوم وهو ساجد. الحق تعالى جعله خليفة على البشر. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. شوف بركة الخلوة بعد خلوة 40 يوم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لما حكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه وقوله لأحد الخصمين لقد ظلمك فظلمه بقول خصمه ولا نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود عليه الصلاة والسلام من ذلك. ذهب أحمد بن نصر أبو ثمامة وغيرهما من المحققين. قال الداودي ليس في قصة داود عليه الصلاة والسلام وأوريا خبر. أوريا يعني قائد أوريا، إنه أرسل أوريا هناك أخبار تقول إنه عليه الصلاة والسلام هناك أخبار تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إن سيدنا داود أرسل قائده أوريا حتى قتل في الجهاد، فلما قتل في الجهاد أخذ زوجته، يعني قصد أنه يقتل في الجهاد حتى تزوج زوجته وكان يحبها. فهذه من الإسرائيليات ونحن نرد عليهم. أرسل قائد الجهاد فاستشهد، فمن أولى الناس بزوجته إكراما لقائده الشهيد؟ من أولى الناس أليس هو عليه الصلاة والسلام؟ وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرم أصحابه من الشهداء بأن يتزوج زوجاته عليه الصلاة والسلام. شو اسمه عبد الله بن جحش من أيضا يعني عدد من أصحابه الذين استشهدوا تزوج زوجاته عليه الصلاة والسلام كأبو سلمة وغيره. قال الداودي ليس في قصة داود عليه الصلاة والسلام أوريا خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل أن الخصمين الذين اختصم إليه في نتاج غنم على ظاهر الآية. هذا الأصح إن الحق قال إيه إن أخي هذا له 99 نعجة أو زوجة. نعجة ما قال زوجة، خلاص ظاهر النص أنها نعجة. لماذا نتحول ونقول زوجة؟ فخلف نسير على الظاهر إنه إيه إن أخي هذا أراد الله أن يهيئ سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. المقصود الحق أراد أن يهيئ سيدنا داود للخلافة، أراد أن يهيئه للخلافة، فلذلك ابتلاه سبحانه وتعالى بهذا الامتحان. إنه أتاه الخصمان قال أحدهم أنا أخي عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة، فأخذ هذه نعجتي ضمها إلى نعاجي وأنا جعلني من غير النعاج فقيرا ما عندي شيء. هل ترضى هذا يا نبي الله؟ هل يرضى الله ذلك؟ كان الواجب على سيدنا داود أن يسمع كلام المدعى عليه، لكن ما سمع كلام المدعى عليه، استعجل الجواب وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا كان الخطأ الذي ارتكبه، وكان درسا له أنه يتوب إلى الله منه ولا يعود إليه أبدا. أنه عليه ألا تأخذه العاطفة مهما كان الأمر يعني يدعو للعاطفة، عليه ألا تأخذه العاطفة وأن يحكم العقل والشرع فيستمع. الحقيقة كان سيدنا سليمان أكثر دراية في الحكم من سيدنا داود. سيدنا داود كان عسكري أكثر من سليمان. سيدنا سليمان كان عنده تبحر في الشرع والأحكام الشرعية أكثر، دراية أكثر من سيدنا داود. كلهم كانوا يجوا. هناك وردت عدد من قصص مثل هذه القصة. كذلك قصة الغنم إذ نفشت فيه غنم القوم. سيدنا داود حكم إنه يعطي الأرض لصاحب الغنم ويعطي الغنم لصاحب الأرض. إيش هذا؟ راح استأنف الحكم لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان يعني ما قال أبي
لا شك صحيح، ولكن أنا يعني أزيد شيئا، وهو أن يأخذ صاحب الغنم الأرض ويزرعها حتى ترجع إلى حالها التي عندما نفشت فيها الغنم، ثم بعد ذلك يعود يأخذ غنمه ويسلم صاحب الأرض أرضه. ففهمناها سليمان. قال الله تعالى كذلك في قصة ولدين، أتى الذئب، امرأتين معهم ولداهما، أتى الذئب وأكل أحد الأولاد، فهذه تقول ولدي، هذا ولدي، والثاني تقول ولدي، فتحاكم إلى سيدنا داود. سيدنا داود حكم بالولد الكبرى، فاستأنف الحكم إلى سيدنا سليمان. سيدنا سليمان قال أنا حكمي أن نقطع الولد قطعتين، نقطع الولد قطعتين، فكل منكم تأخذ قطعة، فيكون هذا الحكم العادل. فإذا بالصغرى تقول يا نبي الله إنني أعطيت وهبت الولد وتنازلت عن الولد لها. تنازلت لا تقطع الولد. قال عندئذ فالولد ولدك، خذي ولدك وذهبي. عرف أن أمه بإيه؟ بالعاطفة، بالحنان والعاطفة. كثير عن ورد عن سيدنا سليمان كان يعني من ناحية الحكم حق فهمه أكثر من والده، وهذا ليس نقص في سيدنا داود، لأن سيدنا داود كان الغالب عليه العسكرية، التكتيك العسكري. لأن استقرت دولة بني إسرائيل في بيت المقدس لعهد سيدنا سليمان. الحكم بالنسبة للبلقيس هو إلها أسلم وهي الحكمة والتراث. شوفها بس مع سيدنا كان يا حكيم سيدنا سليمان، لذلك اسمه سليمان الحكيم عليه الصلاة والسلام. كيف بقى الطريقة هاي؟ جابها من دون حرب. جابها من دون حرب. الله أكبر. وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه في نتاج غنم على ظاهر الآية. قلت ولا شك أن في بني إسرائيل في هذه القصة تخليطا عظيما لا يليق أن يلتفت إليه. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حدث ما قال هؤلاء القصاصون من أمر داود جلدته حدين لما ارتكب من هتك حرمة من رفع الله قدره. وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم وبكاءه وتضرعه فجار على المعهود من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إجلالهم للمولى الكريم، خوف منه وهيبتهم على قدر معرفتهم به. وأما قوله تعالى واستغفر ربه وخر راكعا، يعني حال الأنبياء دائما حال العبودية، العبودية والاستكان لله. وأما قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان فمعناه ابتليناه بولادة شق إنسان حين نسي أن يقول إن شاء الله بعد قوله لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. وليس ذلك عقوبة بل تنبيها من المولى تبارك وتعالى لخاصته على كمال التحرز في المستقبل. نسي يقول إن شاء الله، يعني طاف على 100 امرأة في ليلة واحدة، وما أعطاه الله تعالى إلا طرح ألقته زوجته على كرسيه حتى نادى قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، فأعطاه الله أحسن من 100,000 ولد. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الله جعل له البسط طيارات، يضع الجنود على البسط ويضع معهم الزاد ويطير من أي بلد إلى أي بلد يريدها، إلى أي بلد يريد تحمل البسط تحمله وتحمل جنوده. وفتح بلادا كثيرة بهذه الطريقة، بلاد كثيرة سبحان الله تمشي الريح معه حيثما يريد. أي إكرام، أي إكرام. تنبيها من المولى تبارك وتعالى الخاصة على كمال التحرز بالمستقبل وشرفهم جل وعلا بأن تولى رياضتهم بنفسه ولم يكلهم إلى غيره من الأسباب العادية، وألقى ذلك الشق على كرسيه وألقي ذلك الشق على كرسيه بكمال الاعتبار رؤية ما نبه به المولى العظيم عيانا. وإياك يا أخي أن تصغي بأذنك لما يذكر هنا جهلة المؤرخين والمفسرين من العظائم التي لا يرضى أن يلتفت إليها مؤمن.
فاقص على هذا كل ما يرد عليك من الظواهر. وبمثل هذه التأويلات يجب أن يتأول ما يوهم ظاهره نقصا في حق الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كقصة هاروت وماروت وجعلهما ملكين يعلمان الناس السحر. يعني الأصل عقيدتنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجسام نورانية معصومة لا تعصي الله تعالى، لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل، كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك أي قصة من القصص توهم أن أي ملك من الملائكة فعل معصية من المعاصي نردها على قائلها. ومن أشهر القصص في حق الملائكة قصة هاروت وماروت، وقد ورد فيها إسرائيليات قد الشيخ الآن يذكرها، كقصة هاروت وماروت وجعلهما ملكين يعلمان الناس السحر. يعني أصل القصة أن الملائكة، القصة يعني الإسرائيلية، أن الملائكة قالت لرب تبارك وتعالى يا ربنا إن عبادك يعصونك، إن عبادك من البشر يعصونك، فلو كنا مكانهم ما عصينا. والله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى حول ملكين منهما هاروت وماروت إلى رجلين، وجعل لهم الزهرة كوكب الزهرة كامرأة فعرضت نفسها عليهما. هذه القصة الإسرائيلية. فأبيا فعرضت عليهما قتل غلام فأبيا، فقدمت لهما خمرا فشربا، فعندئذ قتل الغلام وفعل الفاحشة. فالحق أنزلهما وهكذا إلى يعني ومسخهما إلى يوم القيامة. هذا القصة الإسرائيلية. هذه القصة سيدنا كاذبة. إيه هي كاذبة، ما لها أصل من الصحة أبدا، لا يقبلها عقل ولا نقل. قصة إسرائيلية. فأولا كيف تصبح كوكب الزهرة من أكبر الكواكب، أكبر من الأرض الله أعلم كم مرة، كيف تصبح امرأة؟ وأصل العقيدة أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح أبدا ولا تعصي الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا أي كلام يعارض الأصل فنرده ولا نقبله. ويزيد فيها كذبة المؤرخين من أنهما عوقبا ومسخا، وذلك كله كذب وزور لا يحل اعتقاده ولا سماعه، بل الذي يجب اعتقاده في حق جميع الملائكة عليهم الصلاة والسلام ما وصفهم به المولى العظيم تبارك وتعالى بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما الذي يجب اعتقاده في قصة هاروت وماروت أنهما لم يكونا ملكين، أنهما إن لم يكونا ملكين فواضح يعني يمكن ذلك. أما نص القرآن أنهما ملكين، وماذا بعد نص القرآن من نص؟ وما أنزل على الملكين ببابل، وماذا بعد نص القرآن من نص؟ إذن كل كلام يوهم تنقيصا وهكذا فنرده ولا نقبله. إن لم يكونا ملكين فواضح، وإن كان من الملائكة فتعليمهم السحر لم يكن لأجل العمل به بل للتحرز منه بتعريف حقيقته. يعني تعليمهما عليهم الصلاة والسلام للناس السحر ليس من أجل التعليم، لأن السحر تعلمه